أنا مضطرة أبدأ وأقول إن في معلومات كتير متداولة حالياً عن قضية جيفري أبستين، لكن لازم نوضح إن جزء كبير منها لسه مجرد مزاعم واتهامات غير مثبتة رسمياً. بعد ما تم نشر دفعات ضخمة من الوثائق المرتبطة بالقضية، السوشيال ميديا انفجرت بقصص صادمة جداً فيها اتهامات لشخصيات عالمية معروفة بحضور مناسبات أو علاقات كانت بترتبطهم بأبستين. لكن لحد دلوقتي مفيش أحكام قضائية بتثبت تورط الأشخاص دي في الجرائم اللي بيتم تداولها. الوثائق دي فتحت باب واسع للكلام عن استغلال نفوذ، علاقات غامضة، وشبكات مصالح معقدة. في ناس شايفة إن الموضوع أكبر من مجرد قضية فرد، وإنه ممكن يكشف علاقات سياسية واقتصادية كانت مستخبية سنين. في نفس الوقت في مطالبات قانونية من ضحايا سابقين بضرورة حماية هويتهم، لأن نشر الوثائق بالشكل الواسع ده سبب أذى نفسي كبير ليهم، وده خلى القضاء الأمريكي يراجع طريقة نشر الملفات. كمان رجع الجدل حوالين وفاة أبستين جوه السجن سنة 2019، واللي اتسجلت رسمياً إنها حالة انتحار، لكن نظريات كتير لسه بتشكك في الرواية دي وبتطالب بإعادة التحقيق. الخلاصة إننا قدام قضية معقدة جداً، فيها حقائق مؤكدة وفيها شائعات بتجري أسرع من الأدلة. المهم إننا نفرق بين المعلومات الرسمية وبين الكلام اللي لسه ما اتثبتش، لأن خطورة القصص دي مش بس في صدمتها، لكن كمان في تأثيرها على ناس ممكن تكون ملهاش علاقة. وأكيد أي تطورات جديدة هتظهر من خلال التحقيقات الرسمية، مش من الترند.